السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه الصابلي سهله توجد بالخف وتاني بزاف بنينه. وبلا ما نطول عليكم يلا نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. هنا في ريسيبيون حطيت 120 غرام تاع زبده تكون غامولي، ماذا بكم تكونوا جبدتوها من قبل باش تكون طريه. هنا حطيت 80 غرام تاع سكر غلاس، السكر رطب. دوك انا نخدم الزبده مليح مع السكر حتى تولي جوغ اون بوماد. فوالا دوك تشوفوا كيش تولي، يعني لازم تكون طريه الزبده باش تسهل لكم الخدمه. فوالا يعني وصفه سهله وما فيهاش بزاف مقادير. ماذا بكم تخلطوا مليح الزبده مع السكر. فوالا ودوك انا حطيت لافاني، وهذه الوصفه ما فيهاش الخميره الحلوه، مع قرصه تاع ملح. ودوكا نحط 2 صفار تاع بيض. صدقوني هذه العجينه تجي خفيفه وكي طيب ما عندي ما نقول لكم كيفاش تجي بزاف خفيفه تدخل يجي هكذا. دوكا انا ندخل الصفار مليح في الزبده، يعني ما فيهاش بزاف مقادير، ما فيهاش مايزينا، ما فيهاش الزيت، يعني تقدروا توجدوها تمتم هكذا. شوفوا كش ولات. دوكا انا نحط الفارينه، كنت غربلتها. دوكا انا الفارينه هنا نحط على حتى تطملي العجينه، يعني بات صابلي تعرفوها كامل. ما تكتروش بزاف الفارينه حتى تجيكم يابسه، وما تخلوهاش طريه بزاف. شوفوا طموها غير بالاصابع، ما تعجنوش لاباط باسكو تعجنوها راح تجيكم الاستيكي وما تنجحوش فيها. فوالا دوكا شوفوا كيفاش راني نطم فيها غير بالعقل. فوالا شوفوا هنا بعد ما طميتها جات طريه وما تيبسوهاش قلت لكم بزاف. دوك انا واش ندير، دوكا جبت البلاطو تاعي درت فيه بابي كويسون ونبدا ندير في لي بولات. شوفوا كيفاش راني ندير، يعني طريقه سهله وتوجد لكم يعني ليه هكذا. تبلاطيوها شويه، شوفوا كيفاش تشقت هكذا. ديروا لي بول يعني عينكم ميزانكم، ولا حبيتوا توزنوهم باش يجوا كامل قد انا هنا ندير عيني ميزاني. ديروا ابيبري واحد 30 غرام ولا 35 غرام هكذا. شوفوا هنا بعد ما درت كملتهم كامل. دوك واش ندير، انا حندير ان تخو في الوسط، يعني نحفرها هكا تقبه في الوسط كيما راكم تشوفوا، غير بصباعكم برك، ولا تحبوا ديروا كاش آلة ولا عفسه هكذا ديروا، يعني بصباع تجي سهله تمتم هكذا غير بالعقل برك. وهنا ما فيهاش ما درناش الخميره صافي، هذيك الحفره اللي درتوها لو تخو راح يبقى هو هكذا. شوفوا كش راني ندير. ونقول لكم تاني كي تدخلوها للفوغ باش تطيب، خرجوها في نص طياب، عاودوا حفروا بالاصبع تاعكم باسكو راح شغل تتنفخ شويه باسكو فيها لا مارغارين. وقلت لكم ما تكتروش ما ديروهاش طريه بزاف باسكو راح لا فورم تاعها كامل راح تتبدل، الوغ ديروها جوست هكذا. شوفوا هنا بعد ما درت لي تخو تاوعي، دوكا واش ندير، نحكم البياض هذاك اللي نحيته من الصفار ونبدا نشوف كيفاش ندير العمليه. وراني نديرها في الكاوكاو محمص ولا لوز ولا واش عندكم في الدار هكذا، يعني عمليه سهله بزاف. تحبوا ديروا نوع كوكو تاني تجي مليحه وتجي شابه تاني هكذا. ديروا في البياض ومن بعد ديروها في المكسرات اللي عندكم. فوالا يعني عمليه سهله اي واحد يقدر يديرها. فوالا دوك انا نكملهم كامل. شوفوا هنا بعد ما كملتهم انا كنت سخنت الفور تاعي على 180 درجه. شوفوا هنا بعد ما طابوا لي كيفاش طابوا، ما تنفخوش باسكو ما فيهمش لا ليفور الخميره تاع الحلوه. ودوك انا واش راح ندير، دوك نتوما ديروا واش تحبوا ما تقيدوش بيا. انا هنا كانت عندي شوكولا تارتيني شوكولا للطلاء، وعندي شويه بيستاش كان يعني عندي في البيت. دوك نتوما ديروا واش تحبوا، تقدروا تخدموا ميم الكاناش
ديروا شوكولا في بان ماري ومن بعد تزيدوا لها شويه كريمه سائله وتخدموها وديروا يعني ديروا بالبوشادو ولا بالمغرفه كيما ندير انا. مي انا كي درتو بشوكولا تارتيني جا طا واحد البنه واش نقول لكم مع ديك القرمشه تاع الصابلي، بنه ولا اروع. شوفوا شاني ندير، انا ما درتش بوشادو غير بالمغرفه برك، يعني عمليه سهله. فوالا هنا تقدروا ديروا تاني ما ديروش الشوكولا، ديروا كونفيتور معجون تاع المشماش ولا تاع الفراوله، يعني دابريكو ولا لي فريز هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا نحط غير شويه تاع بيستاش من الفوق يعني باش تعطي ديكور شباب. وشوفوا هنا بعد ما كملتها حطيتها في الصحن التقديم. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، وما تنسونيش بجيم وكومنتير وتضغطوا على زر الاشتراك. والسلام عليكم.